السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم، معاكم ولاء النهارده فيديو جديد. يا رب ان شاء الله يعجبكم، يا رب تستفادوا منه. وحشتوني جدا جدا جدا. والنهارده ان شاء الله يوم جديد وروتين جديد، يا رب تستفادوا منه ولو حتى بأبسط المعلومة ان شاء الله، ويكون كمان خفيفة على قلوبكم كده ويعجبكم الفيديوهات اللي بنزلها ان شاء الله. قبل ما نبدأ الفيديو حابة اقول لكم حاجة، حابة اقولك لو اول مرة تشوفي قناتي اتمنى تشتركي فيها، واتمنى تكوني من ضمن الاسرة بتاعتي اللي ان شاء الله هتكبر. وبقول الكلام ده وان شاء الله هفضل اقوله لحد ما اليوم اللي هحس فعلا ان القناة بتاعتي كبرت. وطبعا ده بايد ربنا وثم ايديكم ان شاء الله. عايزة منكم التشجيع والحماس وان انتوا تشجعوني كده ان شاء الله يا رب. وكمان تحطوا بقى لايكات كتير للفيديو. مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده، ونخش على طول في الروتين بتاعنا او نخش على طول في اليوم بتاعنا النهارده هيبقى ماشي ازاي وهنعمل ايه. بصوا كده مبدئيا دي غرفه الاطفال عندي. تقريبا كنت صورتها مره يعني في الفيديوهات القديمه اللي كنت مصوراها من فتره طويله، بس ما كانش ده النظام بتاعها. كان الغرفة عبارة عن سرير واحد ودولاب، وكانت شبه زي يعني كانت زي كده. بس كنت صورت لكم الفيديو اللي فات تقريبا او اللي قبله، وقلت لكم ان انا هطلع السرير اللي انا كنت شايلاه، علشان هيبوظ جدا من تحت السرير ومش هينفع ان انا اركنه اكتر من كده، علشان ما خساره يعني ان هو ما يتبهدلش وكده من الركنه بتاعته. عايزه اقول لكم ان دي غرفه الاطفال اللي انا كنت متجوزه بيها، والكلام ده من 8 سنين زي الفل معايا، عايشه بصوا اللي هو ايه يعني محافظه عليها جدا، عشان طبعا الخشب بتاع زمان ما بيتعوضش انتوا عارفين. ولو فكرت في يوم من الايام ان انا اغير الستايل بتاعها او اغير حاجه فيها، فكل اللي انا هعمله فيها ان انا اغير الوانها او اغير السراير مثلا، اعملهم بتصميم جديد او كده. بس ده في الاول. تاني حاجه بقى عايزه كمان اقولها لكم، بص المساحه يعني ممكن تكون تقولوا عليها صغيره جدا، وكمان بين السراير كده المساحه صغيره قوي، اللي هو يدوبك شايله التربوس كده الصغير، كنت لسه جايباه قريب علشان اشيل فيه الكتب بتاعت ادم بقى واللعب والكلام ده. كان بصراحه كانت الدنيا عندي مبعتره حاجات كتير ولعب، فلملي الدنيا خالص، فاستغليت المساحه اللي بين السريرين وحطيت فيها التربو. فزي ما انتوا شايفين كده المساحه مش يعني مش لطيفة قوي، بس بصراحة ده وضع احسن بكتير من لما كنت شايلاه. اول ما جيت الشقة هنا اللي انا مقيمة فيها حاليا، دي اللي انتوا شايفين اوضه غرفة الاطفال بتاعتها. كنت اول ما جيت والنجار يعني نصب لي السريرين وكده، فكنت بصراحة متضايقة منها جدا، فقررت وقتها ان انا استغنى عن سرير اشيله يعني، وخليني بالسرير واحد والدولاب وترابيزة الكمبيوتر. فقلت لا، خليني بالشكل ده عشان خاطر ايه المساحة، عشان يبقى في مساحة ادم يلعب والكلام ده، لان كنت لسه حاطة اللعبة الكبيرة بتاعته اللي هي الزحليقة والمرجحة وكده. فكنت مبسوطة بشكلها قوي مع الوقت بصراحة، وبالذات مع الغلا اللي احنا بقينا فيه دلوقتي وبقينا الاسعار اللي احنا بنسمعها. فالكل اللي عنده اي حاجة فبيحاول على قد ما يقدر يحافظ عليها، على قد ما يقدر ما يهلكش فيها وكده. لان بصراحة اللي جاب حاجة زمان وبالذات الخامات والحاجات بتاعت زمان دي ما تتعوضش. هو انا مش زمان قوي يعني، من 8 سنين، بس بصراحة الخشب بتاع اللي هو من سنين ده ما بيتعوضش. فقلت لا، خليني بقى صغيرة صغيرة مش مشكلة، خليني اطلعها بدل ما السرير يبوظ، لان اكيد الخشب والمرتبة لما يفضلوا فترة طويلة تحت السرير الكبير بتاع غرفة النوم، اكيد كده كده كان ممكن يبوظ او يجراله حاجة. فقلنا خلينا نستغنى عن الشكل كده شوية ونطلعه بقى ونفرشه كده. وكمان بقى ساعات بيجيلي مثلا حد ماما او حماتي او حد من اخواتي او كده، فبقى محتاجة السرير التاني، فقلت لا خلينا نطلعه. فبصوا انتوا شايفين الستارة، ورا الستارة كمان في البلكونة، لان عندي غرفة الاطفال والصالة الاتنين بيدخلوا على البلكونة. فاستغنيت عنه برضو، لان للاسف السرير عندي هنا ما كانش ليه اي مكان تاني خالص، حاولت ان انا اجيبه يمين شمال اتصرف في اي طريقة، ما ظبطش مكانه. هو ده التصميم او هو ده الشكل الوحيد اللي حسيته ظبط الدنيا شوية، عشان كمان ساب لي مساحة كده اللي انتوا شايفينها قصاد الدولاب دي، مساحة بحيث ان ادم يفضل يتحرك فيها او حاجة حبيب يقعد يلعب شوية. فده لقيته احسن شكل يعني، او استقريت على ده بالذات. بس فان شاء الله يا رب يعجبكم كده ان شاء الله، وقولوا لي برضو لو في افكار تانية او اعملها.
انقله والله، بس انا جربت كل حاجه بصراحه مش جايبه معايا خالص. المهم بقى هنا في ترابيزه الكمبيوتر بقى ابتديت ان انا المعها. هنا بقى جيت ناحيه ترابيزه الكمبيوتر هنا وبلمعها. عايزه اقول لكم ترابيزه الكمبيوتر دي كل شويه بفكر ان انا ابيعها وانزلها على الجروبات اللي بتبيع الحاجات اللي بيشتروا حاجات مستعمله وكده. وبصراحه لازقه فيا مش راضيه تتباع. يعني مضايقاني قوي، واخده مساحه كامله كده، واخده مساحه كبيره قوي وملهاش لازمه. وكمان خصوصا ان انا ما بفتحش الكمبيوتر خالص، يعني مش بنشغله تماما. فلو عايزه استغنى عنها بصراحه، فمش مش لاقيه لها بيع لحد دلوقتي يعني. فهتخليها معانا كده شويه مشرفانا ومنورانا لحد ما نلاقي لها بيع. هنا بقى فتحت الشباك شويه عشان يهوي الدنيا وكده، لان كمان كنت بنفض وكده، فالتراب شويه في الاوضه، فقلت بقى ايه نفتح الشباك شويه يهوي، برغم ان الدنيا كانت برد في الوقت ده، ان كان الوقت متاخر. بس طبعا لازم نهوي الدنيا كده كل فترات، وبالذات النهار، بالذات الصبح. بس انتوا عارفين بقى ان اختكم الصبح ده مش بتاعها خالص، الصبح ده بتاع الشغل، وخميس وجمعة بس اللي هو بقدر اهوي الشقة براحتي من اول الصبح بدري وكده. المهم بقى عايزه اقول لكم حاجه، عايزه اقول لكم ان انا قمت بالظبط كده عملت الروتين ده. كنت انا قاعده ايه، كانت الساعه تقريبا 11 او 11 ونص بالليل، فقررت فجاه ان انا هقوم اعمل الاوضه بعد ما اتكلمت انا وادم، لان في بقالي فتره طويله عايزه اخد قرار بقى ان هو ينام في اوضته. عايزه اقول لكم ادم لحد دلوقتي بينام جنبي على السرير انا وباباه، وكل ما اخد الخطوه بتاعت ان ادم ينفصل عنا وينام في اوضته لوحده وكده، بصراحه بيبقى قرار صعب عليا انا اكتر بكتير من عليه. يعني كذا مره نقرر ونقول خلاص واسيبه في الاوضه بتاعته ينام وكده، تلاقوني انا اللي بروح انام جنبه، وانا اللي قلقانه، وانا اللي مش عارفه انام وكده. فكنت بتكلم معاه شويه، فقال لي خلاص يا ماما ايه، حطي لي صور سبايدر مان، عشان انا كنت جايبه له بوسترات سبايدر مان وكده. فقال لي ايه خلاص حطها لي وانا هنام لوحدي. ساعتها اخدت القرار بقى، قلت خلاص بما اني بقى احط له البوسترات بتاعته، فخليني كمان اعمل له بقى ايه، اروق له الاوضه بتاعته وامسحها له كده واعطرها له واشجعه كده على ان هو ينام بقى في غرفه لوحده، لان ادم خلاص بقى 6 سنين، يعني 5 ونص. عارفه ان الخطوه اصلا متاخره جدا، والمفروض ان كنت خدتها من بدري جدا جدا، او ان انا على الاقل بدات ان انا اعوده من بدري. بس بصراحه يعني انا اللي قلبي ما بيجيبنيش خالص. يعني عايزه اقول لكم ان كانت الليله، يعني الوقت ده بعد ما خلصنا وتمام، انا فضلت صاحيه تقريبا لحد الفجر، لاني مش عارفه انام خالص بسبب ان ايه ده مش نايم جنبي. برغم ان احنا في نفس الشقه وكل حاجه، بس الموضوع بجد صعب. فعشان كده لو ربنا كرمك باطفال ولسه صغيرين في السن الصغير ده، حاولي ان انتي تعوديهم ان هم يناموا بدري من صغرهم، عشان الموضوع ما يبقاش متعب بالنسبه لك وبالنسبه لهم. بصوا يعني متهيالي لما كنت بعوده على الاكل او الشرب او الحاجات اللي احنا بنعود عليها اولادنا وهم صغيرين، والبامبرز والحاجات دي، كان الموضوع اسهل بكتير من ان انا اعوده ان هو ينام لوحده. بجد الموضوع صعب جدا، مش مخليني عارفه انام. بس يعني خلاص، بابا بقى قال لي لا كتير قوي كده، يعني كل اللي يعرف ان ادم ابني لحد دلوقتي بينام جنبي بيستغرب جدا، بيقول لي يا بنتي لا ده ازاي، ده ما ينفعش، ده كبر قوي وكده. عارفه ان هو مش صح، بس بصراحه يعني كان قلبي ضعيف شويه ناحيه الموضوع ده. بس بقى في الوقت ده حاجه كده ما عجبتني، قلت لا خلاص هناخد القرار مره واحده، وبعد كده يا ادم هتنام لوحدك في الاوضه. وده فعلا اللي عملته. ظبطت له الاوضه، وابتديت اخليه ان هو يظبط معايا الاوضه. هو كده كده عارف ان دي الغرفه بتاعته وفيها كل حاجه بتاعته والكلام ده. ساعات بيبقى عايز اصلا يقعد مع نفسه شويه، ويقول لي هاتي الكرتون، وهو يقعد مع نفسه شويه في الاوضه بتاعته. بس بقى لما خليته دلوقتي بقى ان هو يروقها معايا ويرتبها وينضفها، علشان دي اوضتك ولازم طول الوقت تبقى نظيفة عشان انت هتنام فيها، ودي بتاعتك لوحدك وكده. بصراحة حسيت انه متشجع قوي، حتى كان في الوقت ده بيقول لي يا ماما يلا بسرعة بسرعة عايزين نخلص الأوضة عشان انام فيها لوحدي. فكان مشجعني بصراحة، برغم ان كنت هلكانة من التعب، يمكن حتى باين على وشي. بس بصراحة كان الموضوع ايه، وكنت شايفاه متحمس قوي للموضوع، فما حبيتش ان انا اكسل، وما حبيتش ان انا اضيع فرصة زي دي، ان هو متشجع قوي ان هو ينام لوحده وكده. فقلت له خلاص نخلصها ونظبط الدولاب بتاعنا وكل حاجة، وبتبتدي ان انت تنام لوحدك في الأوضة، علشان انت كبرت يا عم ادم.
فكنت بقى هنا بقى خلصت يعتبر اللي هو ايه، مسكت السراير نفضتها كويس، والملايات كانت نظيفة اصلا، بس قلت خلينا برضو نغيرها كده كنوع من انواع التشجيع كده والطاقة ايجابية تاني. فقلت خلينا نغير الملايات، برغم ان انا كنت لسه مغيراها اول امبارح تقريبا، يعني من يومين، اول امبارح تقريبا كده، فكانت لسه نظيفة يعني، كده كده محدش بينام في الأوضة اصلا، بس بقى عشان تحفيز كده وتشجيع ليه، فقلت له بقى ايه، حتى خليته اختار ساعتها الملاية اللي انا هفرشها، وهو اللي اختارها. برضو الفترة الجاية عايزة اعمل فيها شوية تغييرات كده، عشان برضو تفضل مشجعاه على ان هو يفضل المذاكرة تبقى جوه الأوضة بتاعته، لان ادم شوية تعبني شقي شوية، فبصراحة عايزة يعني اسيطر عليه في موضوع الشقاوة دي شوية، فعايزة اخليه اللي هو تبقى يخف شوية، فرط عنده شوية فرط حركة كتير. فبصراحة عايزة انظم له الدنيا شوية، لان بصراحة الفترة اللي فاتت مش اهملت فيه، بس كنت مقصرة معاه جدا جدا جدا، بسبب ظروف شغلي وبسبب كمان ظروف بابا كان تعبان، فكانت الدنيا بصراحة من ناحية ادم كانت مقصرة جدا بالنسبة له. فعايزة اعوضه الفترة اللي جاية كده عن حاجات كتير، فمن ضمن الحاجات دي ان انا بدأت بيها بالغرفة بتاعته، ان ينام لوحده، ان يبقى ليه حاجات مستقلة بيه. كمان عايزة اظبط له الدنيا في الأوضة، نجيب شوية استيكرات، نغير الدهان بتاعها. الستارة كمان اللي انتوا شايفينها دي، حاساها ان هي ما بقتش تنفع خالص لغرفة اطفال. آه عايزة ابدلها بغرفة كده يكون فيها حركات شوية وسبايدر مان اللي هو غرفة كده تشجعتها، يعني اشجعه بيها كده ان هي تبقى دي المملكة بتاعته، ويتخلى عنده شوية في استقرار كده حتى في قعاده في المذاكرة، لانه بيفرق كتير. فانا عايزة اعمله الفترة الجاية ان شاء الله حاجات كده حلوة تساعده على التركيز وعلى الهدوء شوية. فان شاء الله هنعمل شوية حاجات حلوة كده بإذن الله تعجبكم. بالمناسبة بقى، بمناسبة الملايات اللي انا بفرشها دي، عايزة اقول لكم الملايات دي كانت ماما ربنا يديها الصحة يا رب، كانت هي اللي مفصلها لنا. معظم الملايات بتاعتي اصلا انا كنت جايبة قماش، وكانت هي بتفصلها لنا، بسبب يعني المقاسات بتاعتي مختلفة شوية، مقاسات السراير والكلام ده. بس فهنا بقى فرشنا الملايات. كمان على فكرة انا في الشتاء بفرش دفايات وكده، بس مش عارفة كان وقتها ايه اللي نستاني وانا بروق كده، ما فرشتش دفايات ولا اي حاجة، اكتفيت بالملايات بس، برغم ان الدنيا شتت شوية. كل سنة وانتم طيبين، الشتاء جه يا ولاد. مع ان المفروض انا كنت فاكرة ان هو قرب يخلص خلاص، يعني احنا بقالنا قد ايه بقالنا قد ايه بنقول احنا في شتاء، يعني احنا الشتاء بدأ، بس فعلا بقاله يومين كده او 3 ايام بدأ بجد، اللي هو كل الصورة الكاملة للشتاء بدأت. فكل سنة وانتم طيبين يا رب. وكمان زي ما الشتاء بدأ، رمضان كمان خلاص يعني، كلها تقريبا 3 شهور إلا كام يوم، يقعد علينا بخير يا رب وعليكم. فهتلاقوا الوقت جري جدا جدا جدا. عايزين نعمل شوية روتينات حلوة جدا وتغييرات كاملة في كل حاجة المرة دي. عايزة كده ادخل رمضان وفي شوية طاقة وشوية حماس، لان بصراحة بيجي عليا رمضان تلاقوني انفصلت، ما بصورش خالص، انفصلت عن التصوير وانفصلت عن كل حاجة، وتلاقي الدنيا كبست عليا، مبقاش عندي وقت لأي حاجة. فان شاء الله رمضان السنة دي بإذن الله بإذن الله في شوية استقرار كده عندي في البيت، يعني مبقاش عندي في رمضان اللي فات كان فيه فترة انتقالية بين شقة وشقة وكده، فكانت الدنيا عندي ملخبطة شوية، كان في حاجات كتير قوي كان نفسي اعملها ما عملتهاش معاكم، بس ان شاء الله السنة دي هنعملها، هنغير في حاجات كتير قوي، كل غرفة هنلاقي نفسنا غيرنا فيها حاجة. المطبخ ان شاء الله هنعمل له تغيير جذري، فهنعمل شوية حاجات حلوة قوي قوي ان شاء الله. يعني بداية من كده، من اول شهر 3، فان شاء الله هتلاقوا فيديوهات حلوة قوي هتعجبكم. هنا بقى كنت خلصت الملايات، ولمعت بقى ترابيزة الكمبيوتر دي اللي ربنا يخلصني منها على خير. فلمعتها بقى كويس، وحطيت بقى شوية ايه الحاجات اللي انا بحطها دي، اللي الدبدوب والتحف الصغيرة دي، اللي هي ترابيزة الكمبيوتر اللي مش عارفة يعني قاعدة في قلابيزي اللي مش عارفة مش راضية تمشي. بس ما بينوبنيش منها غير كل شوية ان انا المعها وخلاص، المعها وخلاص.
ما بستفادش منها من اي حاجه بصراحه، برغم ان جوزي بيقولي لا سيبيها خساره وكده، دي دلوقتي غاليه وبتجيب فلوس ومبلغ وكده. فقلت له لا، انا مش مستفاده منها من اي حاجه خالص، حاسه ان هي ملهاش اي لازمه. كده كده الكمبيوتر اصلا مش بشغله، فلو انا عايزه اشيله اصلا. بس هنا بقى كنت خلاص عملنا كل حاجه، غيرنا الملايات ونفضنا كويس جدا ولمعنا، والاوضه بقت تمام وزي الفل. اخر حاجه بقى هنا كنا هنمسح بقى الارضيه، مسحناها مسحه كده حلوه. كده كده هي كانت نظيفه تحت السراير، مترتب مفيهوش اي حاجه. كنت مسحه تحت السراير بمناسبه ان انا كنت بجيب يعني السراير وافرشها وكده، فكانت الدنيا عندي نظيفه يعني الحمد لله وزي الفل. تلميع بقى اللي هو ايه كده، مطرح ما كنسنا وروقنا ونفضنا خلاص. هنا بقى كنت فرشت السراير، فرشت سوري السجاد وخلاص. عايزه اقول لكم من الحاجات النينجا قوي بجد والله، جبتها ومش ندمانه، وكنت بقول لنفسي ما جبتهاش ليه من زمان. هو التربو عملي بطريقه رهيبه. بصوا شايفين قد ايه حجمه، بس لامم حاجات كتيره جدا 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 جدا. يعني اعتقد لو ما كانش موجود دلوقتي كنت مهما روقت ومهما عملت ما كنتش هستنى دقيقتين على بعض وهلاقي الدنيا كلها، بصوا، مبهدله تاني بسبب اللعب الكتير والكراريس والكتب والاقلام والالوان دي لوحدها، يعني كارثه. فكانت الدنيا عندي بتبقى طول الوقت في زحمه وعدم تنظيم كده، فلمم لي بصراحه كتير قوي. ففعلا فكره حلوه قوي، مش عارفه انا ما كنتش جايبه من زمان ليه. عملي قوي ومش بياخد مكان ومش غالي كمان قوي. انا كنت تقريبا جايباه ب 350، كان 350 او 345 حاجه كده. هو 4 ادوار، وكان نوع الوطنيه اللي هي الوطنيه البلاستيك، ماركه حلوه جدا في البلاستيكات، فبصراحه كانت عاجباني. هنا بقى خلاص كنا خلصنا الاوضه تماما بقى، وكنا دخلنا انا وادم بنتناقش فيها ايه هينام في انهي سرير، اللي على اليمين ولا على الشمال. كنا عمالين، هو كان عمال يختار شويه يقول لي انا هنام هنا شويه وهنا شويه، هنا يوم وهنا يوم. كنت بفهمه يا ادم ان دي اوضتك تنام وقت في اي حته انت عايزها، مفيش فيها اي مشكله، بس عشان اليومين دول كانوا برد فاقترحت عليه ان احنا ننام في السرير، يعني خلينا مع السرير اللي من جوه بعيد عن الشباك بتاع البلكونه او الباب بتاع البلكونه، لان بيدخل هوا. برغم ان انا قافلاه كويس جدا ومحكوم وكل حاجه، بس برضو ممكن ايه، انت عارفين، يعني ممكن حروف الباب او الكلام ده تدخل هوا وكده. فهنا اقترحت عليه ان هو ينام على السرير ده، بصراحه ربنا هداهولي ووافق وتمام التمام وكده. جبنا بقى استيكرات اللي هي سبايدر مان دي، هو اللي كان مختارها وبقالها فتره طويله عندي. كنت جايباها بس بسبب ان هو ينام لوحده. يوم ما بدات اكلمه عن النوم لوحده وانه لازم يكون ليه غرفه وكده لوحده والكلام ده، كان قال لي طب لو عايزاني انام لوحدي بشرط هاتيلي صور سبايدر مان وهعلقها لي في الحيطه. فكان من ضمن الاسباب التشجيعيه بالنسبه له هي صور سبايدر مان. فجبناها بقى هنا برضو ولزقناها مع بعض. طلعوا صغيرين شويه، بس وقتها وانا بشتري ما كانش فيه سبايدر مان غير دول. كنت عايزه اجيب البوسترات اللي هي الكبيره قوي دي شويه، بس ما لقيتهاش، لقيت حاجات تانية زي هالك وبنتن والحاجات دي، هو ما كانش حاببها، هو عاشق للسبايدر مان. حتى عنده ترنجات لسبايدر مان، لعب كله معظم لعبه كلها سبايدر مان، فهو يعني الفتى المتيم بسبايدر مان. فبصراحة كتير كتير عليا سبايدر مان. هنا كان في بقى استيكرات صغيرة كده شوية، قعدنا نطورها على الحيطة كده، نطورها على الحيطة اهو. وكان حابب الفكرة بقى، كان حابب الفكرة ان احنا نلزق، وكان بصراحة موضوع مشجع جدا بالنسبة له. لو انتي داخلة على موضوع زي كده وعندك طفل كده وبتحاولي ان انتي تاخديه ان هو ينام لوحده، حاولي تخليه وتديله هو الافكار اللي خليه هو يطلع الافكار اللي يبقى حابب ان هو ينام لوحده. عايزه اقول لكم ان في اليوم ده الموضوع ما خدش معايا وقت طويل نهائي. هو مجرد ما حط راسه نام، رحت انا بس سحبها كده بالراحه ودخلت على الغرفه بتاعتي. وكان الموضوع بصراحه يعني اي نعم يوم طويل عليا انا، بس يعدي على خير وخلاص عرف ان دي اوضته وخلاص. هنا بقى قال لي خلاص يا ماما انا عايزه اخد شاور وعايزه اخد دش بقى عشان اخش انام لوحدي وانا نضيف والاوضه بتاعتي نضيفه، وعايزه اخش الاوضه بتاعتي وهي نضيفه وانا كمان مستحمي عشان انام فيها.
عملت له فعلا كده زي ما هو عايز، واديته الدش اللي هو عايزه، برغم ان هو كان لسه واخد دش امبارح بالليل. انا مش بحمي في الشتاء مرتين يعني مش بحب كل يوم، بس فعلا عملت له اللي هو عايزه، واديته الدش كده الحلو وتمام، وهيأته ان هو خلاص دي اوضته ويبدأ ينام فيها لوحده، ان هو كبر وما ينفعش ينام جنبي تاني. الموضوع بالنسبه لي بصوا لما بتكلم فيه بحس ان بجد هعيط. يلا الحمد لله. ربنا يبارك لي فيه يا رب، ويحفظه لي ويحفظ لكم اولادكم، ويبارك لنا في اولادنا يا رب، اللهم امين. هنا كان مبسوط قوي ان هو داخل ينام جنب سبايدر مان. سرحت له بقى شعره هنا كده تمام، وبقيت عماله مبسوط. انا بقيت فرحانه بيه بصراحه، لان هو ما خدش ما صعبش الموضوع عليا وقلب وبعيط ولا حاجه. يلا تصبحوا على خير.